الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اليوم حنروح المزرعة وشوفونا بالمزرعة. وهذا الجزء الثاني من الفيديو اللي راح ننزله. انا قلت لكم لا افرجيكم مفاجأة. المفاجأة كانت هي هاي انه نروح المزرعة. هلا قلت هذا راح اخذهم معي. انا جبت اندومي وانا حطيت شوية فناجين اخذهم معي، جانورك وشوية كعكات ومرتديلا وجبنة. حطيت البيض بالمطربان مشان ما يطق. هون جبت لهم شوكولا للولاد، جبت كابتشينو وعندي مطربان زيتون قلت بحطه كمان. هلا رح طبهم بالسلة. هلا رح بلش طب الاغراض. هلا انا حاطه اكياس حوالين الاطباق هدول عشان ما يتكسروا. هاي الشوكولا كتير طيبة، بتنباع بالبيم، سعرها 50 ليرة، بس طعمتها مقطبة خصوصي على اللفات. هون بجيب معي جانورك، هلا هالطرف تبعي ساعة. هلا هون حط الكابتشينو، رح اعمل بالعكس اضبط. هلا قبل ما اروح تذكرت انه انا ما رح اكل العصافير، فكنت رح كتير ينشغل بالي عليهم هنيك، فقلت رح احط لهم اكل. طلعوا دمودة ودعبولات بفصفصوه مثل البزر. نورجيكم شلون طلع، شايفين؟ هلا رح احبي لهم اكل وحط لهم اياه هيك. بعد ما عبيت لهم اكل طلعوا جوعانين. والله العظيم انك ذنب الله انك لك والله بالوقت. رأيكم بهالستايل ميرا؟ يا عيني هاي علوشة وهي يحيى. ميرا ورجينا ساعتك، تعي ورجينا ساعتك، تعي ورجينا ساعتك. حط لك يا هون، هي ساعتها لميرا. ورجينا. واو. وهي ساعتها ليحيى. يا عيني. هيك بكون خلصت. ميمي نامت. والله رح اروح اجيب لها اندرتها ونمشي. يلا امشوا مع بعض. وهي اندرتها. ويسعد لي اوقاتكم يا بنات، كيفكم؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله يا رب تكونوا كلياتكم بالف خير. قبل ما نبلش بالفيديو تنسوا تعملوا لي لايك وتشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس. ايش شعورك صبا وانتي قاعده بهالسياره؟ كنا هيك عم نحكي شغلات وهيك. تعفستي لما تعفستي؟ تعفس قلبي كله مفرفط. يا لقلبي ان شاء الله. وهلا هون وصلنا على المزرعه. حبيتي المزرعه صبوق؟ بتجنن كثير حلوه، لكن بتعيديها؟ بعيدة لكن يلا ان شاء الله بس نرجع نرجع نخليكم تيجوا تروحوا معنا. ماشي يلا قولي ان شاء الله. ان شاء الله اذا الله راد. صح. وهي اول ما وصلنا على المزرعه الصبايا كل وحده شالت لكم شناطي وبلشنا نطالعهم لفوق. هلا اذا رح تسالوني على ايجار المزرعه بارض الجمعه سعرها 4500، اما سبت واحد اذا بدكم تاخذوها سعرها 5500. عرفتوا باليوم يعني مثلا استلمتوها الساعة 10 الصبح بتسلموها الساعة 10 تاني يوم الصبح. عرفتوا يعني هي انه ليلة وحدة، يعني بتقضوا طول النهار فيها وبالليل بتقضوا فيها والصبح انه بتسلموها.
وان تحت عاملين مثل مراجيح كتير حلوة. على فكرة هاي المزرعة انا مصورتها بقناتي قبل هالمرة، بس ما كان هيك لونها، كان الحيطان كلهم لونهم صفر، فهلأ كلها عاملين عليها تجديد وما شاء الله كتير حلو قلبها. هلا هون بلشنا وش نساوي قهوة، وقلت اطلع لفوق اصوركم فوق. هلا هاي الغرفة كتير كبيرة وفيها مكيف كمان وفيها مطبخ، عرفتوا انه عزرة بس فيها هالعزر انه الغاز فوق، وتحت في غاز ارضي صغنون، وهون في 4 دشكات كبار كمان ناموا عليهم كل الولاد، يعني شقد انه كويس انه يحطوا بالمزرعة دشكات. وهون بلشنا بتحضير الغداء لانه صار وقت الغداء، صارت هون تقريبا الساعة 5، وعمته كانت عم تقطعلنا الكبة ما شاء الله على تقطيعها شقد كان حلو مثل تقطيع اللحامي. فكنا جايبين غدا معنا كبة نية وكبة عادية، وكنا عاملين سمبوسك وموصين على لحم بعجين كمان جبناه معنا، وروبنا لبن وحطينا هيك خضروات، وصارت السفرة ما شاء الله منظرها بشهي. هلا شو سبب هالطلع على المزرعة؟ هاي المزرعة كنا مستأجرينها من قبل ما يصير عرس اختي، تخيلوا ايش قصرنا مستأجرينها، وكانت ماما انه ناوية تعمل لها الصباحية لاختي فيها، انه يعني شو على صباحية. هلا هنا بيت حماها عملوا لها صباحية وعزمونا، بس انا بنهارتها ما صورت، وكانت والله ما شاء الله عملوا هيك مثل مناسف ورحنا نحن، وصارت الصباحية كتير حلوة بس ما صورتها. فنحن عنا انه بالعادة انه بنعزم اهل العروس وبيت حماها لعنا، فقالت لي ماما بدل ما نعزمهم لعنا انه خلاص بنعزمهم على المزرعة. فعزمنا بيت حما اختي، وعزمنا كمان بيان الدي جي كمان اجت معنا، خليلي قلبها. وهون ولادي ما شاء الله عليهم صار يتعلموا يسبحوا، اصلا تعلموا يعني كمان. قلت اختي يومين تانيين انه بيختموا السباحة كلها. هون علوشة كان جاي عباله يعمل لكم تقالة، وقال لي ماما صوريني مشان يورجيكم اياها. السباحة كتير حلوة، علموا اولادكم السباحة وركوب الخيل والسهم، شلون بيرموا السهم. بس السهم انا لسه ما علمتهم يا لاولادي، بس الحمد لله رب العالمين انه طلعانين لامهم بيعرفوا كل شي من السباحة، يتلعبوا على البسكليتات بدون دواليب، الحمد لله رب العالمين، يعني خاتمين الكارات كلياتهم من هالناحية. هلا الحلو كمان بهالمزرعة انه ما بيسألكن كم شخص انتو، اهم شي عنده انه مثل ما استلم المزرعة تسلموه اياها، انه ما يكون مكسر فيها شي او فيها اي شغلة. هون عمتي قررت المسؤوليات تلعب الولاد شد الحبل، ما شاء الله عليهم. قالت لي عمتي والله سحبوني، قالت لي ما اترك لهم هلا الحبلة لينزلوا كلياتهم على الدرج. هاي الولاد عم يقولوا لكم باي لان دي يحطوا راسهم ويناموا، وقلنا هيك نقعد على رواق ونعمل سهرة حلوة. هلا كل اللي كان عم بيرتبنا المزرعة ورتبنا انه المعازيم هي كانت ماما وعماتي، طبعا كانوا هن براس القائمة. أمي ثم أمي
لحد آخر يوم في عمري، حبي من أول حياتي وهم همي، اللي كتر خيرها دام خيرها في دمي وعايش فيه أمي، ثم أمي لحد آخر يوم في عمري، حبي من أول حياتي وهم همي، اللي كتر خيرها دام خيرها في دمي وعايش فيه، أعمل لها تمثال يلي طيبة قلبها فوق الخيال، أعمل لها تمثال يلي ربت واللي تعبت واللي شالت حملي جبال، أعمل لها تمثال يلي طيبة قلبها فوق الخيال، أعمل لها تمثال يلي ربت واللي تعبت واللي شالت حملي جبال أمي، ثم أمي لحد آخر يوم في عمري، حبي من أول حياتي وهم همي، اللي كتر خيرها دام خيرها في دمي وعايش فيه. وهلأ هون بلشنا بتحضير السهرة، وكل حدا كان جايب معه شغلات، يعني تشاركنا كلياتنا وكل حدا جاب معه هيك شغلات وسوينا أحلى سفرة. هلأ شوفوا النتيجة بالأخير كيف صارت. هون بنت عمتي خليلي قلبها، هي استلمت لي التصوير، قلت لها والله انا ما عم بفضى امسك التليفون، فانت صوري لي شو ما بصح لك صوري لي، فاعطيتها الجهاز وقلت لها انت صوري لي كل شيء. فشو رايكم بالتصوير؟ والله ما لها معلمة. يوم يعطيها ألف عافية ويخلي لي قلبها، وإن شاء الله يا رب هيك نفرح بعرسها عن قريب. لسه أحلى شغلة إنه ما تحطي على راسك، لأني ما كان في ولا رجال، كانوا كلياتهم نسوان اللي معنا، وانبسطنا كتير. يعني الواحد وقت بيضل إنه حاطط على راسه والله راسه بوجعه، خصوصي إنه الوقت طويل. يعني نحن هلا أحيانا بناخدها يوم واحد إنه بكونوا معنا رجالنا، فبتلاقوا على طول لابسين ومتحشمين وحاطين على راسنا، ما بننبسط على السوا. هلا هو صح بننبسط انه هن معنا، بس انه هالمره عملي طلعت بنات ونسوان لقيناها طلع احلى بكتير. هلا اذا لاحظتوا على اولادي كمان انا ملبستهم بكمام عشان ما يحترقوا، الحمد لله رب العالمين ما حدا احترق منهم ابدا، لان الشمس شوي حاميه، بس بالليل انه صار بروده. وانا عمتي عملت لنا قراص بعبد بجوز الهند وقراص بعبد انه بالشوكولا، يعني هيك جاتو في رطة ومدعبلته كمان كتير طيب، يسلم ايديها يا رب. هون عمتي كمان كانت عملت لنا صينية هريسة كمان، يسلم ايديها كتير طيبة ويعطيها ألف عافية. قال شو قلنا نعمل ترند الألوان، فكل واحد جايب له اللهم صل على النبي أكلات على كيفه، فيلا قلنا يلا مشين هالمرة مو ترند الألوان، هالمرة هيك ألوان مشكلة. والله كل حدا جايب معه غراض أو حلويات أو شي، سلم ايديهم كلياتهم ويعطيهم ألف عافية والله يرزقهم يا رب. والله انبسطت معهم كتير كلياتهم، كانت أحلى طلعة والحمد لله رب العالمين ما تنغصنا بشي. هون تاني نهار فوقنا الصبحيات، كانوا الأولاد كلياتها نايمين، واللي نام أول واحد فوق أول واحد. أول شي حمودة وسبق فوقه ومنتفتحت عيونهم أو بدهم ينزلوا يسبحوا،
فأمن قالت لهم يلا اسبحوا، يلا نحن يا بنات رايحين لهنيك مشان هالولاد يفرحوا ويسبحوا، بس ايش بدكم بالحكي والله لاكونا كل شوي بدهم يسبحوا ويطلعوا بيرجفوا، لاني كان الجو هنيك برودة. تخيلوا المسويات كل وحدة اجت جايبة معها شاكيت صوف كلهم لبسوهم، عاد ما كان هنيك هوا وبرد، خصوص المسويات. هلا طلعوا بنهار الجو حلو وشمس، بس الحمد لله رب العالمين. يا الله انا رحت على مزارع انه هاي المزرعة لقيتها مخدمة من كل شي ولقيتها احسن الشي. ها يا عروستنا طالعة ولك سبابة ها والتامنة بالصندوق، والله يدم لك عز عريسك وما تعتازي لمخلوق. هاي كتير حلوة، الله يحلي ايامك. وإن شاء الله ألف مبروك يا أختي وعقبال كل العزابية يا رب. هلا جبت لكم أحلى وي وهي ميرا قلت أنا قلت شوي على المرجوحة لأني تنازقت وهلكتني الله وكيلكم على المسبح. وي وانا هلا عمتي ودي جي بيان عم بيسووا لنا صحنة، الله يعطيهم الف عافية يسلمها لايدين يا رب. طلعوا بدك تشيلي عمتي ايدك، ايوه عشان بيان عشان يطلع كلامي صح. هلا طلعوا كل كيلو حليب وانا عمتي بحط له 3 معالق نشا، تمام؟ نشوف اذا كان ما شاء الله ما شاء الله صار بلش يغلي. يا حبيبي يلا بنتي بيونة، ايوه يلا روح عطيه، حتى بالحليب عطيه ودي جي. ما شاء الله وحده وها ما شاء الله 2 ويا صلاة سيدنا محمد ترضي عن السحله بالفكره والنظره والعين. ليش؟ لا تحسدوا يا جماعه، الله يوفقكم، صلوا على النبي صلوا على النبي. يلا عم تحطي فانيلا خلاص؟ فرجيني اياه. طينا فانيلا خلص صرف فانيلا تمام. يلا خير. هلا تا احكي لكم على بيان خليلي قلبه، والله كتير الواحد اذا عاشره انه بتنحب. هلا انتو لا تحكموا على حدا من ورا التليفون، اذا ما شخص عاشرتوه وشفتوه عن جد بعمركم ما تحكموا على حدا. وهلا اذا نسيتوا تحطوا لي لايك حطوا لي لايك، تسلم ايديكم كلياتكم ويعطيكم الف عافيه، والله عذبتكم معي. وبيونة هنيك ايدها بايدنا بكل شي، وقت الشوي هي استلمت الشوي هي وعمتي التانية، وناس تشوي ناس تسحب الشوي. يعني ليش مثلا وقفوا على ضم الشوي تقريبا 4 وقفوا على الشوي 4، فمشان هيك انه خلصنا بسرعة. والصبايا هنيك كلياتهم ناس اللهم صل على النبي، ناس تفرم سلطة، ناس تفرم بيواز، ناس تزبط البندورة، فكل حدا سوى شي. بس هون اول شي بلشنا بالفطور، حطينا هالموجود يعني نحن ياخدين معنا اكل وشغلات لمدة 2 يوم، هيك بالاخير صارت السفرة يا عيني شقد طلعت حلوة. بس ما اخذ راحتي بالتصوير على السوا انا، لاني كيف ما اتحرك الاقي الصبايا خصوصي من حاطين على راسهم، فكتير اتعذب بالتصوير انه مشان ما حدا يبين. والجبسات حطيناهم بالمسبح عشان يضلوا باردات. هيك بالاخير منظر الفطور، والله القعدة بتفتح النفس وبتشهي. مو بقولولكن العين بدها تاكل قبل الدم، فصدق اللي قال هالمثل. Gece geçer yer geçmez ay, yolda da sevda kime, ayrılık zehirli bir hançer saplanır yüreğime. Belki bugün, belki yarın ansızın tutacaktım ellerimden. Belki bugün, belki yarın ansızın ellerinden. Belki bugün, belki yarın ansızın tutacaktım ellerinden. Belki bugün, belki yarın ansızın gitmesin.
Yolda da sevda kimi, ayrılık zehirli bir hançer saplanır yüreğime. Belki bugün, belki yarın ansızın tutacaktım ellerinden. Belki bugün, belki yarın ansızın ellerinden. Belki bugün, belki yarın ansızın tutacaktım ellerinden. Belki bugün, belki yarın ansızın gitmesin. هلا للكبابة مثل العادة بنحط لها بقدونس وبصلة ومحمرة وملح وبهار مشان تمسك على الشوي وما تفرط ابدا. اجا تساوي إذا تشوي عملوه بصراحة سكر شم ريحة. يا عيني. هلا في ناس كمان بتحب انه تدهن على الخبزة لحمة وتحطها على الشوي. هلا نحن اول كنت اسكرها الرغيف واحطها على الشوي يحترق وما تستوي اللحمة على السوا. فشو عملنا هالمرة، فتحت الرغيف حطيتها على السياخ، بس اذا في سخانة احسن، بس احس اللحم انه استوت بقلب الرغيف ارجع اطبقهم على بعضهم وارجع احطهم امرهم. كتير طلعوا طيبين. وهي قربت اوصل معكم لاخر الفيديو لاني كتير تعبنا وما ضل قطة بالمزرعة الا ما اجت على ريحة الشوي. والله طعميناهم هيك شوي شويات ودعمناهم ان شاء الله صحة والف على قلبهم. زاد بالاخير نص جبسة انه بنقسمها كمان هيك بعد الشوي بناكل منها، كتير طيبة. وعملنا هيك سهرة صغيرة، ما كترنا كتير شغلات لاني هون نص العالم نزلت، فاستنينا انه يرجعوا ويجوا مشان ياخدونا، لاني ما شاء الله يعني نزلنا على سيارتين تقريبا حتى انه نزلنا. بس هيك انه قلنا بنعمل هيك سهرة بسيطة وبنسهر شوي، وللوحدة تنتين انه نزلنا على البيت. بس اول شي انه نضبضب المزرعة كلياتها، ناس استلمت فوق، ناس استلمت تحت، ناس استلمت شطف الاراضي. حاولنا قد ما نحسن انه نسلمها مثل ما استلمناها وانضف. هلا فوق في قعدة سطوح بس ما حدا طلع قاعد فوق. هلا اذا رحتوا انتو رجال ونسوان، فيهم مثلا الرجال يضلوا فوق والنسوان يضلوا تحت، عرفتوا؟ يعني هي بتتحمل تقريبا 4 عائلات بكل راحتهم، واذا عائلتين كمان احسن واحسن تنبسطوا اكتر. حتى فوق انه في مطبخ وفي غاز وفي كل شي فوق، في مكيف. احلى شي المكيف اذا بكون في دبين، انه المكيف ما بخلي ولا حشرة بالغرفة، عاد ما الغرفة بتصير باردة. هلا هون لسه في شوية كركبة لاني هالولاد الصغار كلها تعبت ونعست وحطوا راسن وناموا. والله غطيناهم قلنا يلا بس بدنا نمشي انه بنطوي هالحرامات وبنظبط المخدات، وهيك بنكون خلصنا من كل شي. ولهون حبايبكم وصلنا لاخر الفيديو، ان شاء الله يا رب يكون عجبكم. لا تنسوني من اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس. تصبحوا على الف خير وبحبكم كتير. سلامات.